ريمونتادا حدوته بتبديلات الحسين عموده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي التشاوي الجمال، رجعت لكم في فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجكم الكره مع التشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب بتوعد الاول، صلي على النبي. وما ننساش بقى التحدي بتاعنا، عايزين نكبره وان شاء الله نوصل ل 10000 متابع. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. هنبدا يا صديقي فوز النادي الاهلي على نادي انبي في مباراه عصيبه جدا، مباراه مولعه لاخر دقيقه، لاخر ثانيه في المباراه، لاخر ثانيه في المباراه. انبي والنادي الاهلي كان في صراع كبير جدا على المباراه، مباراه قويه جدا جدا جدا. يبدا المباراه ب 2-0 للنادي انبي، وركله جزاء مهدره من نادي انبي عشان الاهلي يعمل ريمونتادا وتبديلات تاريخيه لكابتن حسين عموده. كابتن حسين عموده النهارده كان بيعمل تبديلات كويسه جدا، يعني اغلبيه تبديلاته النهارده كانت في محلها بصراحه. تعالوا بقى سريعا كده اقول لك ان النادي الاهلي في النهارده لعيبه تالقت جدا، في لعيبه اثبتت ان هي ما ينفعش تطلع من فريق الاساسي، في لعيبه خرجت النهارده من الفريق الاساسي بس انا بقول لك ما ينفعش تخرج. فتعالى بقى نفنطهم واحده واحده. اول حاجه النهارده كريم فؤاد ما كانش وحش. كريم فؤاد غلط في ركله الجزاء بس كان بيتقدم حلو جدا، كان بيعمل عرضيات كويسه. فكريم فؤاد لا، من اللعيبه اللي لسه هتتالق ان شاء الله في الموسم ده، وهتشوف كريم فؤاد بنسخه يعني ما شفتهاش قبل كده. مروان عطيه العالمي، مروان عطيه اللي ما فيش منه في افريقيا كلها. مروان عطيه يا جدعان مش باين، مش واخد حقه. مروان عطيه هو احسن لاعب خط وسط ميدفيلدر داخل قاره افريقيا باكملها. هات لي واحد متكامل زي مروان عطيه، هات لي واحد بسم الله ما شاء الله عليه، يعني طبعا ما بيتعبش طول المباراه زي مروان عطيه. هات لي واحد ده استداده زي مروان عطيه، هات لي واحد زي مروان عطيه عامه يعني مش هتلاقي. مروان عطيه النهارده بيسجل هدف عالمي. انا بقول لك ولسه في اول جوله في الموسم، ده احسن هدف في الموسم. خدها من دلوقتي، خدها مني من دلوقتي من اول جوله. فبصراحه مروان عطيه النهارده يا جدعان اثبت اللي هو لاعب كبير جدا، بجد لاعب مفيش منه اتنين في القاره اقسم بالله. النهارده بن شرقي كان يعني انا النهارده شفت منه نسخه كويسه، نسخه اتمنى اللي هو يكمل الدوري بيها ويتطور عن كده. النهارده كان بيقاتل على كور كتيره جدا، وده ما كناش بنشوفه في المواسم اللي فاتت او في الموسم اللي فات. فبالنسبه لي بن شرقي النهارده كان كويس جدا. زيزو النهارده يا جدعان عمل ماتش كويس قوي قوي قوي، طبعا جاي بقى من هدف برشلونه، فيعني عامل النهارده مباراه كويسه جدا وكان بيتحرك في كل مكان. فبالنسبه لي زيزو النهارده كان كويس جدا، واتمنى بقى اللي احنا نشوف لزيزو الموسم ده موسم استثنائي بالنسبه لزيزو. اتمنى اللي هو يكمل على الاداء ده، لان زيزو لاعب كبير وهو تقريبا بقى الموسم اللي فات كان واقع منه. فعايزين بقى نشوف زيزو النسخه اللي مفيش منها هو بقى الموسم ده. طيب دلوقتي عوده مجدي قفشه، قفشه يرجع تاني ويسجل هدف في البلاس 90، هدف الفوز بالمباراه. طب كعب من مين؟ كعب من بن جديده، كعب عالمي، كعب من حته تانية، مش تحس ده مش دوري مصري. فبجد النهارده قفشه عمل اللي عليه وزياده، نزل في مفيش 5 دقايق راح لاسع جون الفوز، خدنا ال3 نقط ومتعشيه. طيب دلوقتي اللعيبه اللي ما ينفعش تطلع من تشكيله النادي الاهلي، اول واحد هو مروان عطيه، طبعا احنا عارفين كده كويس. اللاعب الثاني مين؟ هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ما ينفعش يخرج من التشكيله. هتقول لي طب ما النهارده الجزار ما كانش وحش، هادي رياض ما كانش سيء، بس ياسر ابراهيم خبره كبيره جدا. فياسر ابراهيم لازم يلعب اساسي في المنظومه الدفاعيه. هتحط ايا كان، هتحط مين مكانه بقى، الجزار، هادي رياض، ايا كان هتحطه مكانه او جنبه، لازم ياسر ابراهيم يلعب. ياسر ابراهيم من المدافعين الكويسين جدا اللي انت لازم تعتمد عليهم في المباريات. فبالنسبه لي احط ياسر واحط اي حد جنبه. ياسر الخبره بتاعته هتدي لاي حد بيلعب جنبه، يعني عمرو الجزار النهارده عمل مباراه كويسه، بس جنب ياسر ابراهيم هتلاقيه مادي اداء احسن من كده كمان، وهيكسب من خبرات ياسر ابراهيم. فهتلاقي المنظومه بقت احسن من كده شويه. النهارده برده دخل فينا هدفين بسبب غلطات دفاعيه، فبالنسبه لي الدفاع النهارده ما كانش احسن حاجه. بس ان شاء الله مع كابتن حسين عموده نشوف المنظومه الدفاعيه بتاعتنا احسن من كده بكتير. طيب النهارده ايه اللي كان ناقص النادي الاهلي، او ايه كان في حاجه غلط في تشكيله النادي الاهلي؟ لا هي مش حاجه غلط، يعني ما اقدرش اقول عليها ان اللعيبه مش، لا هو لسه اول ماتش في الموسم. النهارده قدرنا نخطف ريمونتادا ونخطف ال3 نقط، بس اللعيبه في الشوط الاول ما كانش متجانسه قد كده. الشوط الثاني او يعني انا بحس ان لعيبه الاهلي لعيبه الشوط الثاني، مش عارف ليه، حتى مع برشلونه برده ما لعبناش الا في الشوط الثاني، بس هي اللعيبه لسه ما كانتش تجانست مع بعض. الشوط الثاني عاملين اداء كويس جدا، لسه كابتن حسين عموته
بيختار التشكيله الاساسيه، لسه ما ثبتش على تشكيله. فبالنسبه لي ده وارد جدا، لان انت مش معاك مدرب مكمل من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، لا انت جاي مدرب جديد، فبيعرف اللعيبه، لسه بيشوف القوام الاساسي للفريق ازاي. فبالنسبه لي ده محتمل جدا، انت كنت ممكن تتعادل النهارده وتخسر النهارده. مش ده النادي الاهلي اللي يعمل كده، بس اما تكون جاي مدرب جديد، مدرب كبير ومدرب لسه فيه قوي جدا، بس لسه بيتعرف على اللعيبه، وقدرت النهارده تخطف ريمونتادا كويسه جدا. والنهارده بصراحه شفت التبديلات بتاعت كابتن حسين عموده، تبديلات ذكيه جدا، تبديلات قدرت تقلب الجيم على نادي انبي الشرقيه انبي. فبالنسبه لي النهارده النادي الاهلي لعب جيم كويس جدا قدام نادي الشرقيه انبي. فبالنسبه لي الشوط الثاني للنادي الاهلي كان كويس جدا. بس اخر بقى نقطه حابب اتكلم عنها، وهو شوبير وكوكا. كوكا النهارده طلع كوره بدماغه ملهاش اي دعوه بالضغطيه. يعني انت بتلعب في النادي الاهلي، ازاي انت تطلع كوره بالشكل ده؟ يعني الكوره اتردت بجون، فالجون الاول، فحركه غريبه جدا من كوكا، طلعت كوره وحشه جدا، وسايبين اللاعب يستلم ويفكر في التسديد ويجهز للتسديده، والكوره في ايد شوبير، ازاي ما طلعتوهاش مش عارف. فعايزين بقى تركيز بقى، لسه الموسم في البدايه اهو، ومش لسه مش هنلوم على اي حد. ان شاء الله بقى اللعيبه كلها تتجانس مع بعضها، واللعيبه كلها ما يبقاش فيها غلطات. عايزين بقى موسم استثنائي زي ما احنا قلنا. فان شاء الله النادي الاهلي اداؤه يتحسن الفتره الجايه، واللعيبه تتجانس عشان نشوف موسم استثنائي. وبكده تبقى الحلقه بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه بتاعتنا عجبتكم، وسلام.